قوانين لعبة كرة القدم في القرية: أولا، لا يوجد حكم. ثانيا، تنتهي المباراة عند التعب أو بعد أذان المغرب. ثالثا، عدد الأهداف في المباراة كبير، وقد تنتهي المباراة بنتيجة 29-30. رابعا، ضربة الجزاء تحتسب إذا حلف اللاعب. خامسا، أسمن لاعب هو الحارس، وعندما تتم ترقيته يصبح مدافعا. سادسا، إذا غضب صاحب الكرة يأخذ كرته ويمشي. سابعا، الخطأ يحتسب إذا وافق الجميع. ثامنا، يوجد لاعب حارس هجوم بنفس الوقت حسب الاتفاق. تاسعا، قد يأتي لاعب على حين غرة فيقول: يا لعيبة يا خريبة. عاشرا، قد يسمح بلاعب زائد في أحد الفريقين ويسمى عصفور طيار. 11، يسمح بتغيير الحارس في ضربة الجزاء. 12، في حال مرور الكرة من فوق العارضة يتوقف اللعب لمدة 5 دقائق أو أكثر للتشاور حول احتساب الهدف. وأخيرا، صاحب الكرة يلعب دائما مع الفريق الأقوى. وأنت، أي هذه القوانين أثار إعجابك؟